والله نحن في عنا بالشام وزير نفط، وجاي وزيرة نفط بريطانية، فطبعا كبار الموظفين بالمطار كلهم، أحد كبار الموظفين متمسك ما بيصافح، فلما مدت إيده ما صافحها، قال لها أيام سوري. الوزير انزعج انزعاج، قال له كانت حتاكلك لو صافحتها، لو صافحتها كانت حتاكلك. قال له هذا الحاضر، وانتهى الأمر. في دعوة على الغداء بأرقى مطعم، قالت له الوزيرة لوزير النفط: في واحد صباحا ما صافحني، وينه؟ قال له يمكن اعتذر، هو طرده ما خلت. اجا جيبوه، قال له جيبوه. قالت له ليش ما صافحتني؟ قال له أنا مسلم ومتمسك بديني، والمصافحة عندنا محرمة، وأنت امرأة أجنبية. قامت قالت للوزير: لو أن المسلمين أمثال هذا الرجل لكنا تحت حكمكم. لو أن المسلمين أمثال هذا الرجل لكنا تحت حكمكم. مستحيل أن تطيعه وتخسر. أنا والله لي أعمال كثيرة، عنا عميدة كلية وأنا أستاذ بالجامعة ما بصافحها، فقاعة كبيرة أكبر قاعة وأنا رئيس القاعة، بتفوت بتمد إيدها بتقول لها شكرا، ما عاد فات عندي منوب لآخر الفحص. ما صار شيء، ما بيصير شيء. والله مرة زارنا ملك إسبانيا، وراءه الملكة وزيرة الخارجية، ونحن وطلب العلماء مع المستقبلين. مدت ايدها زوجته يعني الملكة، قلت لها ايام سوري. الوزيرة قامت مشيت بخط منحني، بعدت عني. شو بيصير؟ إله عم بيأمرك الأمر. مرة دكتورة بديترويت، أنا كنت موجود، قالت لي أنا طبيبة وأنا بمستشفى حكومية، في أطباء أمريكان بيمدوا يدهم يصافحوني ما بصافحون، بيفهموها فهم غير شرعي، إنه شو هالكبر هذا، فكتير مزعوجة. قلت لها أنا الملكة إليزابيث لا يصافحها إلا 7 رجال، هي كلام دقيقة، من علية قومها لعظم مكانتها في مجتمعها، والمرأة المسلمة ملكة لا يصافحها إلا 7 رجال من محارمها بس. والمرأة المسلمة ملكة لا يصافحها إلا 7 رجال من محارمها بس. ما بصير شيء، ما بصير شيء.